السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، أنا بنت من بنات شعبك، لا ترضى أن أتسول في الشوارع وعند المساجد لكي أبحث عن أي مبلغ بسيط أحضر فيه بعض الأكل والعلاج لأطفالي ولبيتي، وأنت وجميع آل سعود كلكم خير وعطاء وبركة للأمة الإسلامية. سيدي الملك سلمان، لقد أرسلت أكثر من برقية إلى الديوان الملكي ولم يتجاوب معي أي أحد. والله يا سيدي بأن قيمة البرقية دينا علي، حاولت أكثر من مرة دون فائدة. لقد لجأت إلى تسجيل هذا الفيديو عسى أن تشوفه يصل إليكم وتساعد ابنتك المسكينة التي ضاقت بها الحياة وتسكرت عليها كل الأبواب. ليس لدي عون أو مساعد بعد الله غيرك. إلى من أطلب من يساعدني غيرك يا ملك الخير والإنسانية؟ سيدي الملك سلمان، زوجي عليه ديون ولا يوجد لديه عمل أو دخل نهائي، وعليه مطالبات مالية في المحكمة. أقسم لك بالله بأني صادقة، وكل شيء موجود بإثبات من المحكمة في المطالبات المالية، ولدي أطفال لا نستطيع أن نعيلهم. زوجي عليه إيقاف خدمات حتى أطفالي ليس في كرت العائلة، لا نستطيع معالجتهم في المستشفيات الحكومية غير في المستشفيات الخاصة، رفضت الأحوال تسجيلهم. سيدي خادم الحرمين الشريفين، والله كل أغراضي والأكل دين من السوء، حتى صاحب البقالة اشتكى زوجي على مبلغ بسيط. سيدي خادم الحرمين، أنت أب لنا، وأقسمت على نفسك أن تساعد كل المحتاجين والمديونين. أسألك برب السماوات والأرض وبرب من أعطاك الصحة والعافية أن تنقذ بنت من بنات شعبك المسكينة. طلباتي أن تقضي دين زوجي وتسجل أطفالي في كرت العائلة، ووظيفة أو ضمان أصرف منه على عيالي. والله لا يوجد لدينا لا سيارة ولا بيت، لكن أنت كل خير وبركة، وأهل الخير هو كل من شاف هذا الفيديو. إن شاء الله ما بيقصرون معي، وأسألكم بالله وفي ذمة كل شخص يحاسب بها يوم يلقى ربه، يا من سمع هذا الفيديو أن ينشره لعل الملك سلمان يشوفه. سألتكم بالله وفي أولادكم أن تنشرون هذا الفيديو، ويا أهل السعودية ويا أهل الخير لا تبخلوا علي بأي شيء وتساعدوني ولو بشيء بسيط. والله إني في أمس الحاجة، ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه. أسأل الله العلي العظيم أن يحفظ أبونا الملك سلمان وآل سعود وينصرهم على من يعاديهم، ويحفظ أهل السعودية من كل مكروه، ويرزق كل من نشر هذا الفيديو يا رب. وهذا رقمي للتواصل.